السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باش نعملوا قراءة صغيرة في الجولة 26 من الرابطة المحترفة الأولى. الترجي الرياضي التونسي يكتفي بالمطلوب وينتصر على قوافل الرياضية بقفصة بهدف مقابل صفر. يسجلوا رودريغو رودريغيز في دقيقة 29 من الشوط الأول. الترجي الرياضي التونسي اكتفى بالمطلوب وحرز 3 نقاط ثمينة أمام قوافل قفصة الذي رأيناه متشبث برشا بالنقطة، كيف ما حكى المدرب نتاعو اسكندر القصري، قال جينا باش ناخذوا أقل حاجة نقطة من رادس. رودريغو رودريغيز يسجل هدف جميل جدا بعد ارتماء رأسية إثر توزيعة من شهاب الجبالي الاختصاصي في الكرات الثابته للترجي التونسي. تمريره اكثر من رائعه من شهاب الجبالي، والاكثر روعه هي الارتماء الراسيه لرودريغو رودريغيز اللي يثبت مرة أخرى علو كعبه في الارتماءات الرأسية والضربات الرأسية. الترجي يحقق الانتصار ويحافظ على الصدارة ب 56 نقطة. يتقاسم هذا مع الاتحاد الرياضي المنستيري الذي انتصر في تطاوين، بالذات على الاتحاد الرياضي بتطاوين، وقد سجل الهدف الأول للاتحاد الرياضي المنستيري لؤي طرية في دقيقة 70، وبهذا يحقق الاتحاد الرياضي المنستيري 3 نقاط ثمينة من ملعب صعب في تطاوين، ويتقاسم المرتبة الأولى مع الترجي الرياضي التونسي، وخلفهم مباشرة النادي الإفريقي الذي عاد من بعيد في سباق البطولة، وهو الآن في المركز الثاني بعد الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري على بعد نقطتين فقط من صدارة البطولة. سجل الأهداف كل من بلال أيت مالك في دقيقة 52 وعلي يوسف في دقيقة 37. النادي الإفريقي انتصر 2-1، والنادي الإفريقي كيف ما شفنا نتائج إيجابية في آخر الجولات وتسابق وتلاحق في أعلى الترتيب، وإن شاء الله باش يخلينا نشوفوا دربي كبير برشا بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي يوم السبت 19 افريل 2025، باش نشوفوا مباراة دربي فيها برشا حماس وفيها برشا تشويق ونتيجتها مهمة جدا في اعلى الترتيب، وان شاء الله تكون الروح الرياضية هي المنتصرة ونشاهدوا مباريات في حجم الفريقين.